100 مرة قعدنا نتكلم ونقول بلاش كلمة المساواة بين الرجل والمرأة. فضحتونا يا اخوانا. قلنا الست ملهاش غير بيتها، الست ملهاش غير تربية ولادها وبيتها. يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ والله العظيم ضحكتوا علينا الناس. قلنا 100 مرة الحاجات ديت تسيبوها للرجال، نرجع نقول المساواة والست زي الراجل، وفي الاخر تقعدي تعيطي وتندبي حظك وتلطمي على وشك من اللي انت بتعمليه. طب ما يا اخوانا خليكم بيوتكم بجد، والله العظيم الستات ملهاش غير بيتها وجوزها والطبيخ والمطبخ. انتوا فعلا كائن جميل وكائن رقيق، بس تخليكم بيوتكم، تخليكم جوه البيت. لكن شغل الرجاله والالعاب بتاعت الرجاله هتودونا في ايه تاني؟ هتودونا في 60 داهيه يا جماعه. قلنا المساواه مش في كل حاجه، مش في لعب الكوره، مش في جمال الاجسام، مش في الحاجات الخطر اللي توديكم في داهيه وتخليكم تقعدوا تعيطوا. يا اخوانا انا من هنا بنادي وبحذر، الست ملهاش غير بيتها وجوزها ومطبخها. اهتم ببيتك، اهتم بمستقبل عيالك، لكن سيبك من الكوره وسيبك بالحديد وسيبك من اللي انت بتعمليه. مش بقول ان انت ما تشتغليش، اشتغلي، بس سيب شغل الرجاله للرجال. ما انت بتشوفي اخرتها ايه؟ بتحشروا مناخيركم في حاجه الرجاله وفي الاخر تقعدوا تندبوا وتعيطوا. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من بيتك، خلي بالك من عيالك، خلي بالك من جوزك، خلي بالك من حلالك وطبيخك. اقعدوا في البيت بقى وارحمونا.